هاي، انا ميرنا لو انت ما تعرفنيش، ودي اول حلقة من سلسلة تلخيص الكتب. اول كتاب هنتكلم عنه النهاردة هو فعلا اسمه على مسمى، هو اسمه معجزة الصباح. هنتكلم النهاردة عن 6 عادات ممكن يغيروا لك حياتك تماما. ممكن تكون انت شخص كسول، شخص تصحى من النوم مقريف ومش طايق نفسك. كل الحاجات دي هقولك على ال6 عادات دول هيغيروا لك حياتك تماما، وعن تجربة صدقني. انا بس هديك نبذة مختصرة عن الكاتب. ان الكاتب بتاع الكتاب معجزة الصباح ده في يوم من الايام اتعرض لحادثة وقفت له رجله تماما، ما كانش بيتحرك خالص، وفضل الشخص ده يعتبر زي ميت اكلينيكيا، وفقد القدرة على المشي نهائي. وبعد فترة مش كبيرة قوي ومش قليلة قوي رجع يمشي تاني. فمن وقتها حس بقيمة كل دقيقة وكل لحظة كانت بتعدي عليه، فقرر انه يكتب الكتاب ده. معظمنا بيصحى من النوم تقريبا بيمسك الموبايل بيفضل يعمل سكرول طول اليوم، واليوم بيعدي، او ممكن تقوم كمان من السرير بس بتحس نفسك انك مش طايق نفسك، مودك مش افضل حاجة. فال6 عادات دول لو انت عملتهم هيشقلبوا حياتك تماما. وكل العادات دي ال6 مش بياخدوا ساعة واحدة بس في بداية يومك. واول عادة هتكلم عنها وهي الصمت. معظمنا بيصحى طبعا على الموبايل، بيفضل ماسك التليفون، بيقلب، بيسمع اخبار، بيشوف فلان راح فين وعمل ايه وكل الكلام ده. فاول نصيحة في الكتاب او اول عادة في الكتاب بيتكلم عنها وهي الصمت. ومش الصمت ان انا اصحى من النوم افضل قاعد كده وخلاص والدنيا خلصت، لا، يقصد ان بالصمت او بالسكوت ده تعمل زي يوجا، المديتيشن، كل الحاجات دي اللي هي ينفع ان انا بكون بركز بس على نفسي، او بكون بفصل نفسي عن كل الحاجات اللي حواليا وبدي تركيزي كله للحظة اللي انا فيها بس. زي مثلا تمرين التنفس. تمرين التنفس ده بيساعدك جدا ان الصبح كل تركيزك على نفسك اللي طالع واللي داخل، فبيفصلك عن كل الحاجات اللي حواليك، وده مش بياخد غير من 5 أو 10 دقايق بس. تاني حاجة وهي مهمة جدا 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 هي التأكيدات الإيجابية. يعني ايه؟ يعني تصحى من النوم مثلا مش انا تعبان، انا مش عارف ليه حياتي كده، انا جيت غلطة، انا وانا طول الوقت. طب ما انا ينفع تتكلم مع نفسك بشكل ايجابي. هتقولي طب ما انا ما اتعودتش. كلنا او معظمنا ما اتعودناش ان احنا نتكلم مع نفسنا بشكل ايجابي، او كبرنا على شوية كلاكيع كده وعقد في حياتنا من سواء من الطفولة او واحنا كبار، فأثرت علينا بشكل سلبي جدا. تقول لنفسك انا قوي، انا كويسة، انا جميلة. دي تكون بتكررها لنفسك كل يوم، سواء انك تكتبها، سواء انك تقف قدام المراية وتتكلمي مع نفسك، او انك تكتب في ورق وتحطه على الحيطة، بحيث انك اول ما تصحى من النوم تشوفه. طيب ايه تأثير الكلام ده؟ عادي يعني، ما انا ممكن اقول لنفسي كده لا، تأثير الكلام ده بيبقى قوي جدا، بيدخل جوه العقل الباطن كده، يعني تأثير العقل الباطن عليك بيبقى قوي جدا، فبتصدق الكلام ده حتى لو انت مش كده، بس مع الوقت بتصدق الكلام ده. تالت حاجة بقى، وهي تبان ان حاجة تافهة كده وملهاش لازمة، بس هي برضو تأثيرها قوي، وهي التخيل. انك تتخيل نفسك مثلا انك لو انت مثلا عايز يبقى عندك شركة، تتخيل نفسك مثلا انه عندك شركة وعندك فلوس كتير، او مثلا انك عندك العربية اللي بتحلم بيها، او عندك مثلا كل اللبس والميك اب اللي بتحلم بيها. هتقولي طب الحاجات دي طبعا بتأثر، زي ما قلنا العقل الباطن بياخد كل الحاجات دي وبيترجمها لشوية افعال، ودي بتاخد من 5 ل10 دقايق. رابع عادة بقى وهي عادة مهمة جدا جدا جدا، وكان كتير بننسى اهميتها، وهي الرياضة لمدة 10 أو 20 دقيقة بس في اليوم بيفرق معاك جدا. هتقول طب أنا ما عنديش فرصة أن أنا أطلع وأتمشى. ممكن تعمل في البيت، يعني اليوتيوب كله مليان تمارين، ممكن تشغل تمارين وتعمل زيه. ممكن تقوم تتحرك في البيت، ممكن كمان تطلع تتمشى شوية وترجع، ممكن كمان تطلع أو تنزل على السلم أكتر من مرة لمدة 10 أو 5 دقايق أو 20 دقيقة بالكتير خالص في اليوم. 5 عادة بقى وهي مهمة بشكل مش طبيعي، يمكن كنت متجاهلة جدا تأثيرها على الإنسان أو على البني آدم تبقى عاملة إزاي، وهي القراية مهمة 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 جدا جدا. فعلا بتديك باور، فعلا تغذي عقلك جدا، بتفيدك جدا، مش بس مجرد شوية حاجات بقراها وخلاص.
هتقولي طب انا مش بعرف اقرا ومش بحب القرايه. انا كنت كده في وقت من الاوقات، ما كنتش بحب القرايه نهائيا، يعني اللي هو كنت تفاريح كده او كتاب 50 ورقه كنت ممكن اقراه، غير كده لا. لكن اتبعت فكره ان انا اخد من 5 ل10 دقايق بس في اليوم قرايه، فرقت معايا جدا. انا ممكن اقعد اكتر من ساعه على كتاب وما ملش حاليا، بس ده بعد وقت طويل جدا، عشان ما تيأس لو انت ما حسيتش كده مثلا بعد اسبوع او 15 يوم. يعني على الاقل ممكن تقرا 10 صفحات في اليوم بس من اي كتاب انت عايزه تبدا بيه، ويا ريت يفضل انه يكون كتاب سهل ولذيذ وسلس علشان ما تملش وتحس ان انت مش قادر تخلصه وكل الكلام ده. في 10 دقايق بس في اليوم او 20 دقيقه تخلص 10 صفح، يعني هتخلص مثلا بتاع 80 كتاب في السنه، كميه مهوله لو انت بس اخدت 10 دقايق في الصبح انك تعمل كده. كتيرة ومهمة جدا وهي الكتابة. الكتابة يمكن الناس بتحس ان الكتابة دي تضييع وقت او حاجة ملهاش لازمة او حاجة مش مهمة، بس الكتابة مهمة جدا. عارفين تدريب الامتنان؟ الامتنان ده حاجة حلوة قوي، هي انك تمتن ل3 حاجات حصلوا معاك في اليوم، انك تكون ممتن لربنا على حاجة عملها معاك امبارح او في بداية يومك، او مسج حلوة لطيفة جات لك. مش لازم تكون حاجة كبيرة قوي علشان تحس انه تمام. الامتنان هي انك تكون ممتن على حاجة بسيطة وصغيرة حصلت معاك في اليوم، سواء في نفس اليوم او يوم امبارح. والامتنان ده او الكتابة عموما انك تكتب اللي انت حاسه، او تكون جواك افكار وحاجات عايز تكتبها، انك تسمع تلخيص كتاب مثلا في بداية اليوم بيفرق معاك جدا. هتعملها قد ايه؟ لمدة 10 دقايق برضو بس، وده يفرق معاك جدا. دول ال6 عادات اللي هيساعدوك انك حرفيا تغير حياتك. ولو ركزت كل عادات دي، لو خدت منك 10 دقايق 10 دقايق 10 دقايق، هو تقريبا ساعة بالظبط في بداية يومك. يعني مثلا لو انت بتصحى الساعة 9 مثلا، من 9 ل 10 استثمرت وقتك في حاجات مفيدة، بعيدة عن الموبايل، بعيدة عن الاوفر ثينكينج، بعيدا عن كل الدوشة اللي حواليك وعن الاخبار وعن التفاصيل، بجد هيغيروا حياتك تماما. طب افرض انت مثلا بتصحى من النوم مش عارف تقوم من السرير، هتعمل ايه؟ دي حاجات بقى انا جربتها ونفعت معايا. اول حاجة كنت بظبط المنبه على وقت مثلا بنص ساعة قبل الميعاد اللي انا عايزة اصحى فيه، وكنت بحط الموبايل فوق الدولاب علشان اقدر اصحى، مش اخد الموبايل واقفله وانام تاني وهكذا. لا، كنت باخد الموبايل واحطه فوق الدولاب علشان ده هيخليني اقوم من السرير واجيبه من فوق الدولاب، فكده انا اتحركت، فكده اتفصلت، فكده هضطر ان انا اقوم. تاني حاجة تعملها على طول انك تقوم تغسل وشك. لو انت بتعمل روتين الصباحي اعمل كده، اغسل سنانك، اقعد في مكان بعيد عن السرير، حاول ان المكان ده يكون فيه اضاءة وشمس، هيفرق معاك جدا. وفي الوقت ده استغله انك تعمل اليوجا او المديتيشن، او يا عم اقعد اتكلم حتى مع ربنا في ال10 دقايق بتوع بعد ما بتغسل وشك. دول ال6 عادات، ودول كام حاجة نصيحة هتساعدك انك تقوم بدري، وانك تقوم على طول من السرير، ما تقعدش وتطول، ويبقى سهل عليك جدا انك تبقى حاجة جديدة ولطيفة. وطبعا زي ما انت عارف ان احنا هنعمل كل الحاجات دي، التطبيق العملي يعني بتاعها هيكون على الانستجرام، فادخل على الانستجرام نطبق كل الحاجات دي مع بعض. واستنوني يوم الثلاث هنزل لكم فيديو جديد بكتاب جديد وكمان بتطبيق جديد. اتمنى تكونوا اتبسطتوا جدا من الحلقه دي، وكمان تكتبوا لي في الكومنتات لو كتب عايزين نلخصها مع بعض، عايزين ننفذها مع بعض، وانا اكيد هعمل كده معاكم. باي.